السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله المتابعين الأعزاء. ادعى رجل النبوة في عهد الخليفة المهدي العباسي، فلما اعتقلوه ومثل أمام الخليفة سأله: هل أنت نبي؟ قال: نعم. قال: إلى من بعثت؟ قال: أو تركتموني أبعث؟ بعثت في الصباح واعتقلتموني في المساء. طبعا حبسه ثم أخلى سبيله وعفى عنه فيما بعد. لكن ماذا نستفيد من هذه القصة؟ نستفيد في كل زمن هناك كذاب أشر ينشر الفتنة والادعاءات الباطلة ويوهم الناس بأخبار كاذبة وأنه على حق، لذلك يجب الحذر منهم. الثانية لا تعطي أو تترك مجالا لأي إنسان يحاول تشويه هذا الدين الحنيف أو يعبث بأحكامه وسننه